ازيكم يا جماعة وعاملين ايه ورمضان كريم عليكم. النهاردة انا مقدم لكم مفاجأة وسلسلة جديدة في القناة هتبقى عبارة عن مقابلات من صناع محتوى او حتى ناس في المجال. فانا النهاردة اتشرف بوجود حد انتوا عارفينه كويس وليه معزة خاصة في قلبي، عنده شغف للمصارعة بشكل غير طبيعي. اتعودنا على فيديوهات الثرو باك واندمجنا مع فيديوهات. رحبوا معايا باول ضيف عندي في القناة وهو صالح ابسولي. ثواني. الو. الو. ومعانا دلوقتي مقابلة جديدة مع واحد مميز جدا في اليوتيوب، واحد كل الناس بتحبه طبعا، واحد أسطورة على اليوتيوب، سي ام بانك المجال. كوبي رايت كوبي رايت، اليوتيوب ما بيرحمش يا. معانا صالح أبسط، صح كده صح؟ صحيح صحيح، اهو. شكرا شوف شكرا لك على عودة، بص انا التقديم. هجيب لك مزيكا بقى وبتاع في المونتاج. ايوه، اغنية باب الحارة اه. والثيم اللي دخلت فيه مع اس بي دبليو راح ارسل لك اه الرابط بالظبط. بعدين. صراحة يسعدني ويشرفني في اني اكون ضيف، اول ضيف في بودكاست اخوي احمد، وان شاء الله باذن الله إنه نطلع بحلقة جميلة وممتعة باذن الله. ان شاء الله يعني تبقى مقابله كويسه جدا وبتاع، وهبقى موفق جدا في موضوع عشان انا ما بعرفش اسال اسئله بقى وبتاع، فانا هبقى ايه في الاول كده في البدايه يعني. ماشي. العادي، معاك انا. اوكي، اول حاجه خالص قبل ما نبدا المقابله طبعا كل كل التعازي طبعا لاهالينا في غزه، ويعني ان شاء الله يعني يا رب يفك الكرب بتاعتهم، يا رب ان شاء الله ينصرهم على اعدائهم باذن الله اللي ما يتسموش. ويعني ده طبعا دعوه اي واحد في الوطن العربي، سعودي مصري اي حاجه، ويعني وطن عربي. طبعا طبعا طبعا. بالظبط. بالظبط، ما فيش الله حاجه يكون اسمها مصري بعونهم. وسعودي والجو ده، لا خالص. احنا كلنا قضيتنا واحده، وطبعا يعني ان شاء الله قبل رمضان ما يهل علينا يكونوا ان شاء الله سالمين امنين، يعني ان شاء الله باذن باذن الله، الله يسمع منا، كلنا اخوان، كلنا يد واحده باذن الله لنصرة قضية الاسلام والمسلمين، وان شاء الله بالدعاوي وبالتكاتف باذن الله الله راح ينصرنا. ان شاء الله باذن الله. ان هو شاء الله. انا كنت عاوز اسال سؤال ليه علاقه بالموضوع ده. وقت موضوع غزه والحوار اللي حصلت يعني وكده، انت كنت عامل ازاي يعني؟ هل انت، انا عارف ان كلنا متضايقين وكلنا ما فيهاش حاجه، بس انت كان شعورك عامل ازاي؟ هل انت ما قدرتش طبعا. تمنتج بتاع؟ يعني احكي لنا قصتك يعني. الصراحة أنا من يوم ما اندلعت الأحداث، أنا أذكر وقتها كنت طالع برا البيت، على أيام التفجيرات اللي صارت في البداية. أقسم بالله إني ما أبالغ ولا أحاول إني أستعطف أحد أو إني أحاول إنه أبين إني إنسان جدا متأثر. والله العظيم إنه هنا حسيت بصداع غير طبيعي. سبحان الله، يعني الأحداث اللي صارت كانت مؤسفة جدا. أنك تشوف أخوانك في فلسطين يحدث لهم هذه الأشياء، هذه المجازر، هذا الظلم، هذا العدوان، أو خلينا نقول التصفية، قاعدين يصفون يعني حرفيا. فوالله العظيم النوم كان صعب، ما قدرت أنام، كانت علي اختبارات ما قدرت أراجع لها كويس. وفعليا والله اني مرضت، انه راسي هنا في الجهة اليسرى من راسي والله انها صدعت مرة. فهذا هو شعورنا يعني واحنا بعيدين مرة، فما بالك بالناس اللي هم هناك عايشين الأحداث هذه. الواحد ما له إلا الدعاء، واحد ما يقول غير الله ينصرهم، والله ينصرنا بإذن الله على من عادانا، وبإذن الله أنهم مأجورين على كل شيء صار لهم. باذن الله ان شاء الله. تمام، نبدا بقى في المهم. انت دلوقتي عاوزين نبدا يعني من البدايه خالص. انت ايه اللي خلاك حلو. تحب المجال؟ ايه مش معنى المصارعه بالذات، فاهم قصدي؟ يعني احكي لنا القصه من البدايه خالص بقى. البداية حلو. أنا ذكرتها في إحدى المقاطع، سنة 2005 كنت قاعد في البيت. يا قديم. ايوه كنت قاعد في البيت، اخوي الكبير كان يقلب بالريموت اول زمان. تعرف بيوتنا كان فيها بس ريموت وسيفر واحد وتلفزيون واحد بالصالة، ما احد يلمسه غير سيد الوالد. ففي مرة انا واخوي كنا نتابع، كنا نقلب في القنوات، تطلع لنا افلام هندية، تطلع لنا كراتين، ولا طلعت لنا مرة مصارعة اللي هي رويال رامبل 2001. ايه. فالرويال رامبل 2001 للي تابعها يذكر انه كين كان مرة مسيطر على النزال ويعني كان عامل جو في النزال. فانا حبيت كين من وقتها وتابعت المصارعة، بس ما تابعتها بشكل مستمر ومتواصل. يعني خلاص اخوي لما قلب التلفزيون وغير القناة نسيت شيء اسمه مصارعة. بس كنت اسمع بعض الاسماء زي جون سينا، زي راندي اورتن،
الى ما مشت الايام. مزدهرين بقى وقتها صح. الى ما مشت الايام، وصلنا سنة 2009 برمضان. الكابتن ممدوح فرج رحمة الله عليه، طبعا تعرف ممدوح فرج عاد مشهور عندكم ده المصريين. حبيبي والله، الله يرحمه الله يرحمه، اكتر واحد متعني والله في المصارعه. رحمة الله عليه. في رمضان في قناة اسمها مودرن سبورت، ما أدري حاليا ما صرت أشوفها، كانت تعرض برنامج اسمه لمسة أكتاف أو ضربة أكتاف أو شيء زي كذا. ف كان قناه محليه يعني ولا كان لا، قناه هي قناة بره وكده؟ محلية مصرية، كان في مودرن سينما، مودرن أفلام، ومودرن سبورت، مودرن أو شيء زي كذا اسمها. فعرضوا اكستريم. الضربه القاضيه بقى وبرنامج الضربه بالضبط، القاضيه. ايوه هي اه. بالضبط. فعرضوا اكستريم رولز 2009، عرض العرض كامل، فانا تابعت العرض. شفت بعض الاسماء، شفت سي اب بانك، شفت جون سينا، شفت البيك شو. بس ابغاك انت تجاوبني، يعني مين اكثر واحد تتوقع انه جذبني في نفس العرض؟ مين اكتر واحد شدك؟ اكزاكتلي. سي ام بانك طبعا. انا عارف ان انت واحد بتحب سي ام بانك جدا، بتعشقه يعني. شوف، انا احب سي ام بانك مره، بس بنفس العرض الكل يتذكر اللي صار لجيف هاردي. اه طبعا. جيف هاردي فاز بلقب العالم. الجولدن جاء ايرا سي ام بتاعت بانك يصرف جيف عليه هاردي الحقيبه. 2008 2009، ده الجولدن ايرا بتاعت جيف هاردي فعلا. كانت اه والله. البيك كانت البيك في مسيرته. فجيف هاردي فاز بلقب العالم بعد معاناة، بعدين جاء سي ام بانك صرف الحقيبة وفاز عليه. فمن يومها خلاص تعلقت في المصارعة وصرت اتابعها اسبوعيا على ام سي اكشن، ولحد يومنا هذا انا مبتلى بهذا الشيء الصراحة. من ساعتها ما قطعتش خالص. قطعت فترات معينة، بس كانت قطعة ابو شهر شهرين وارجع. تعرف انا قبل كده كنت بتابع 2010 مصارعة، كنت بتابع جامد يعني لغاية 2015 وقطعت خالص، ورجعت سنة 2020. انت ما رجعت الا على ايام اه الكورونا. خالص يعني. انا بعد كده تابعت بقى الحاجات، ايه اللي حصل في 2016، ايه اللي حصل 18 انما الفترة دي، الفترة اللي هو كان رومان رينز بقى كان هو بيطلع وبتاع، انا ما كنتش حاضر كل ده. بس العروض كده كده كان ما كانش حلوة خالص في الفترة دي، فالحمد لله ان انا ما تابعت. والله يقول الحمد لله 2019 و2018 بالنسبة للدب دبليو بشكل خاص كانت سنوات كل كئيبة. ما حد اساله كل ما حد اساله يقول لي ايه، يقول لي يا اسطى ده انت فلت. الحمد لله انك تابعت بعد كده، فاهم قصدي؟ 2021 مثلا الاي دبليو بدات تظهر، بدا يبقى فيه منافسه، تريبل اتش عمل شغل، فاهم قصدي؟ فبس انا دلوقتي من مشجعين الاي دبليو فعليا طبعا يعني. حاليا اي دبليو. اي دبليو بحاول اتابع يعني، انا مش متابع جيد للعروض لان انا عندي جامعه وبروجكتات والدكاتره عاملين لي كده حركه اندرتيكر. ف معروف. انا فاللي هو زيك. احنا عايشين مطحون نفس في الجو. الدراسه وكده. انت في كليه ايه؟ انا كلية الهندسة، هندسة مدنية. مدنية 5 سنين صح؟ 4 سنين مع التحضيري، نقول 5. في عندنا سنة تحضيرية فاندمنتال. عندنا احنا الهندسة المدنية، طبعا اللي ناوي يدخل هندسة مدنية لا تدخل نصيحة. عندك تخصصين، الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية. تبغى تدخلها انسى حياتك، انسى حياتك بكل ما فيها من اشياء حلوة، من اشياء سيئة انساها خلاص. نصيحة. لا هي الهندسة فحت فحت بس، شيء صعب 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 ومعقد والله. ومشاريع كتيرة بقى وبتاع، مشاريع لازم تتفضلها خلاص، لازم تتفرغ لها بشكل خاص. فتشتغل على نفسك وكده يعني. طب تمام، انت دلوقتي ايه اللي خلاك تفكر في موضوع اليوتيوب؟ ايه اللي خلاك مثلا انك عندك مثلا آه. معرفة معينة مثلا، او بتشارك حبك للمجال مثلا قدام ناس، او حاجة ناس بتشارك او بتحب نفس الحاجة برضو اللي انت بتحبها فبتشاركها؟ حلو السؤال هذا، حلو. انا في 2018. ايه رأيك في الأسئلة؟ لا، الأسئلة حلوة حلوة يعني، لحد الآن ما في اه الأسئلة يعني اللي شوف انا تدخلني كذا متاهات مذيع وتتعبني. مذيع لا يعني. الحمد لله. ما زي هذاك ايوه. الإعلامي شو اسمه، عمرو أديب. ده كلب هذاك ده. في ما أدري ليه دخلت سالفته، بس في مرة شفته بعرض كراون جول 2019. كل أسئلته إيه رأيك بالعرض وإيه رأيك بالتنظيم. أنا شفته قدامي عمرو أديب. بس شوف يعني، أنا ما أدري، أنا طلعت من السؤال مرة. أنا في 2018 تخرجت من الثانوي اللي هو التوجيه، أتوقع تسموه عندكم في مصر. لا تالتة ثانوي يعني. ثالثة ثانوي أيوة. فأنا تخرجت من الثانوي في 2018، قدمت على الجامعة وما جاني قبول للأسف وقتها. فوقتها كنت إنسان عاطل باطل، ما عندي أي شيء، ما قاعد أشتغل، ما قاعد أطلع فلوس. فقلت خليني أعطي صناعة المحتوى فرصة، خليني أعطي اليوتيوب فرصة، لأنه وقتها ساحة المصارعة كانت فاضية.
هو انت كنت قبليها في اللوب صح لا انا اه قبلها كانت عندي قناه في 2014، كانت قناه عشوائيه انزل فيها مقاطع باب الحاره، مقاطع مصارعه، بتاع باب مقاطع ريال الحاره مدريد. بتاع اه باب الحاره هو العشق من زمان يعني عشان تعرفون. ايه. فالمقاطع كنت انزلها بشكل عشوائي، يعني كنت انزل مثلا اهداف ريال مدريد على برشلونه، انزل باب الحاره وانزل مقاطع لدين امبروز سيث رولينز. فما كانت فيها ذاك المحتوى يعني، وما كنت انا اصلا صانع محتوى. وصلت فيها 20,000 مشترك تقريبا. بعدها اليوتيوب عطاه 3 سترايكات وقفلها من نفسه الحمد لله. ف واخد حاجات بقى من اللي هي محتوى تاني وكده يعني. اي بالضبط بالضبط، اي لان المحتوى اه هو محتواي. بس وصلنا سنة 2018 ما جاني قبول في الجامعة. قلت خليني اعطي اليوتيوب فرصة، فدخلت اليوتيوب حسيت انه في عندي شيء اقدمه. والحمد لله يعني بديت ب 2019، في بداية 2019 ردة فعلي على الرويال رامبل. لا احد يرجع يشوف المقطع، نصيحة. واذا بترجع اشوفه راح اعطيه، تعرف ديليت، حذف، اخفيه من القناة. لا احد يشوف المقطع رويال رامبل 2019. ومن بعدها خلاص ابحرت في اليوتيوب. حكيت انت قصتك عن اليوتيوب، حكيت قصتك عن الدراسة وبتاع. بمناسبة الدراسة يعني ايه اكتر موقف مثلا حصل لك حسيت انك عاوز الارض تتشق وتبلعك، اللي هو انت اللي هو ايه محرج وبتاع، حاجة يعني اكتر حاجة محرجة في حياتك في حياتي الدراسية دراسية في الحياة العادية؟ يعني في مواقف صعب انك تذكرها، يعني مستحيل انك تذكرها، هي اشياء ما هي كويسه يعني صعب. بس ممكن يعني في موقف في المدرسه وانا بثاني متوسط، ما ادري صف ثامن اتوقع عندكم، ثاني متوسط ثامن صح؟ اه كنت بصف ثامن. فأوقات الاختبارات النهائية قبلها بأسبوع كنا ناخذ الطاولات ونحطها بالساحة، الساحة الكبيرة، عشان نختبر اختبار النهائي. اه فأنا وقتها كنت ما شاء الله كنت متعافي، كنت سمين، كنت أسمن واحد في المتوسطة. فطلب مني المدرس إني أشيل طاولتين. مع ان مش باين عليك خالص، ما كانش باين عليك خالص دلوقتي إيه بس يعني. أوريك الصور، اه زمان كنت بتخاف مني، كنت بتلغي الاشتراك من القناة فردة مرة واحدة. لا خلاص بلاش. كم احسن ايوه. مم. فكنت اشيل طاولتين، يعني اشيل طاولتين. في البدايه شلت طاولتين وحطيتهم بالساحه كويس. المره الثانيه كنت شايل طاولتين، فما ادري كان فيه البلاطه نفسها، كانت في بلاطه كذا مرتفعه. فانا سحبت طاوله وتقلبت الطاوله وتقلبت معاها قدام الناس. مم. فتخيل صالح اللي وزنه 90 كيلو وقتها وطوله 170 يتقلب قدام الناس. وللاسف مو بس تقلبت، يعني والله مو قاعد ازود بهارات على السالفه، فعليا سروالي انشق. ويعني هذا الموقف يعني احاول اني انساه، بس صعب لانه لحد الان اثار الجرح موجوده والله لحد الان، ان لونها بنفسجي لسه نفس ما هي. فموقف كان صعب وتعورت مره وتفشلت، ومن بعدها ما صرت اشيل طاولات نهائيا. انا اسف جدا ان انا يعني بفكرك بمعاناة. لا خلاص خلاص فاهم خلاص يعني. انا بقلب عليك المواجع معلش. استغفر الله. لا يعني هي ذكريات، يعني اصحابي لحد الان يذكروني فيها يعني ونضحك عليها خلاص. طب تمام، هو اليوتيوب مصارعة كل حاجة تمام. هل مثلا لما انت عملت قبل كده فيديوهين كنت بتتكلم فيها عن تجربتك لما رحت كراون جول تمام، او السوبر شو داون الحاجات دي بالظبط، ايه صحيح. يعني هل مثلا شعورك وانت بتتفرج على العروض دي جوه احسن من بره؟ يعني ايه شعورك مثلا؟ طبعا. اول عرض حضرته بحياتي كان جريتست رويال رامبل، اتوقع انك تابعته. اه ايوه جريتست رويال رامبل انا اتفرجت على الفيديو بتاعك انا، انما العرض نفسه ما اتفرجتش يعني فاهم. آه شوف اذا رجعت تتابع العرض نفسه، العرض يعني وانت محشوم والمتابعين محشومين من الكلمه اللي بقولها، العرض زباله اذا بتتابع من الشاشه. بس الجو داخل القاعه كان يعني كان زي الحلم، ما كنت مصدق اللي اشوفه. انك تشوف مصارعين انت من يوم انت صغير كنت تتابعهم على شاشات التلفزيون، يعني مصارعين اسماء كبيره زي ذا اندرتيكر، زي راندي اورتن، زي كورت انجل، زي دانيال براين، يعني كل الاسماء الكبيره حرفيا شاركت بهذاك العرض. فالشعور كان مختلف، الالعاب الناريه، الجمهور حواليك، الاتموسفير حق القاعه نفسها، كان شعور عظيم جدا. يعني كمتابع للمصارعه احس انك لازم تجرب شعور زي كذا، انك تحضر عرض مصارعه. اتوقع عندكم مصر عرض محلي في مصر صح؟ في عروض محليه كانت تصير. حكيت قبل كده عنها في المصارعة في مصر عندي في القناة. ايه 2012 بس 2011. ما جربوش الموضوع ده تاني خالص، كانوا عبارة عن عرض محلي وراح اقول لك بقى على السر بقى الحوار ده. هو المفروض بتاع ده التذاكر، احنا عندنا في مصر للاسف فساد بقى وحاجات كده اه يعني وكده، مش عاوزين نتكلم في السياسة كتير.
فهم كانوا بيدوا مثلا تذكره، انت مثلا ابنك عاوز يروح مصارعه وبتاع، فانا ماسك التذاكر اقول له خد يا ابني، خد التذكره دي مجانا ويروح. مش يعني شكله ما جاب لهم الارباح اللي فاكيد يبغوها. طبعا الحوار ده اثر على الارباح وكل حاجه بالظبط. انما على عكس طبعا السعوديه، اللي هو مثلا الناس حابه ان هي تتفرج، الموضوع مشروع شويه، ما فيش حاجات اللي هي ايه، اللي هي كده سوق سودا. اكيد في حاجات مثلا يكون واحد اشترى بس هو بيبيع لك تذكره او حاجه، اكيد الحوار ده صح. طبعا السوق السوداء موجودة في كل مكان وفي ايوه. كل مجال. انا بقى ما لحقتش السوق السودا اصلا عشان ما كانش فيه عروض اصلا في المصارعه وكده في الدوري. الله يعوض ان شاء الله، ان شاء الله تحضر راس المانيا. يا احسن لك. مره واحده. إيه مرة واحدة بس. التذكره راس المانيا بكام؟ ده سؤال عادي. والله ما ادري، بس انا اللي اذكره يعني في واحد اعرفه راح هناك بتذكرة يعني تقريبا $950 راس المانيا 35، تذكرة بعيدة كمان مرة. اوبا، ده بمرتب الواحد. بمرتب الواحد بالضبط. الانسان اذا هو عنده القدرة المادية ويحب هذا الشيء، ويعني اعذرني بهذه الكلمة، غالبا ما يكون عنده حياة يروح، ليش لا. بس هو يكون ما انبسطش بعد كل ده، يعني يبقى يبقى ايه 7 ايه بجد. اي والله حرام، خسارة فلوس وخسارة نفس وخسارة وقت. انا عن نفسي شوف العروض اللي بالسعودية تكفيني الصراحة، انا عن نفسي خلاص حس اني اكتفيت الحمد لله. شفت كل المصارعين اللي ابغى اشوفهم حرفيا، ما عدا سيام بانك. نفسك تشوفه فيس تو فيس؟ والله نفسي اشوف سيام بانك الصراحة، نفسي اشوف يعني مصارع مثلا اقابله اتكلم معاه، راندي اورتن. هذه الاشياء اللي ودي اني اسويها، بعدها خلاص اكتفيت الصراحة. يعني عرض كراون جول الاخير حتى ما نزلت عليه فيديو، ما ولا سويت عليه شيء الصراحة، لانه احس انه خلاص كفاية. انا هسأل بقى سؤال، يعني ممكن يكون جامد قوي في الحوار ده، اللي هو النايت اوف الشامبيونز اللي انت حضرتها، تمام؟ إيه حوار النايت اوف ممتاز. الشامبيونز اللي انت تقريبا برضو عملت عنها فيديو بتاع واتفرجت عليها، بس حوار اللي هو المين ايفنت، حوار ان كله كان مع مع سامي زين وبتاع، وكله كان مستهجن. انا كان عندي يعني حاجه في الجمهور السعودي بالذات، بحس ان هو في مم. البدايه كانوا بيقولوا هي وسيس قاسم على اي حاجه. اسف جدا في الحوار ده بجد، بس هو انا عارف ان الموضوع كان جديد وبتاع، فالناس عاجبها العائلات والاطفال وكده. مم. بس في النايت اوف تشامبيونز انا شفت جمهور حقيقي، وشفت جمهور فعلا فاهم بجد، اللي هو كذا وبتاع. يعني في البدايه كان اي حد يعمل اي حاجه هي خلاص. فانت مثلا بالضبط. كان ايه شعورك في الموضوع ده في النايت اوف تشامبيونز؟ الناس كانت بتتنطط حواليك، شوف يعني. والله شوف انا انسان. التراس. شوف انا اعطيك الصراحه، شوف عروض السعوديه صح كلامك. يعني انت لو تشوف العروض من البدايه الى اخر عرض، التشجيع بدا يتغير، التشجيع بدا يتطور. في البدايه في جريت رويال رامبل 2018 وبعدين كراون جول 2018، كانت للاسف يعني المقاعد القريبه من الحلبه كانت تتوفر فقط للعائلات ولبعض الاشخاص. اما الجمهور الحقيقي كان يقعد بعيد عن الحلبة، كان يكون له المدرجات، تعرف اللي حقة الاستاد الاساسية اللي تكون مرة ورا وبعيدة. هذه اه تكون الجمهور الحقيقي، فاصواتنا ما كانت توصل. هذه كانت البداية. بس بعدها مع مرور العروض بالعكس، يعني لما تشوف الجمهور حاليا، صار الجمهور الهارد كور فانز، خلينا نقولهم نسميهم الهارد كور فانز، كانوا هم يكونوا قريبين الحلبة، كانوا هم يكونوا في الصفوف الأمامية. فأنت ملاحظ أتوقع من كراون جول 2021 أول عرض صار عندنا من بعد الكورونا، التشجيع تغير، تفاعل الجمهور تغير، الجمهور صار فاهم، الجمهور صار واعي. نايت اوف تشامبيونز نفس ما قلت انت، كانوا زي الالتراس، التشجيع، طريقة التشجيع، الصخب، الاتموسفير، كان شيء فوق الخيال. فهو مع الوقت الجمهور يتغير، الجمهور يفهم، الجمهور يوعى. واتوقع انه خلاص يعني حتى لو صار عرض سعودي جاي، انه خلاص يعني الجمهور تشرب مصارعة، الجمهور صار فاهم بالمصارعة. اوكي صالح، ابتدي اتكلم معاك بقى في موضوع هيهم يعني طبعا الناس جمهورك. طبعا انا دلوقتي بشوف استوريهاتك على الانستجرام وكده، بشوف دايما ان مفيش سيره غير حوار لما ايوه. انت ظهرت في الاس بي دبليو لاول مره، والجو ده، وعارفين ان هم ايه، ان انت هتبقى منافسه مع، لا داعي لذكر اسمه طبعا. ف والله شوف انا خليني اعطيك اياها من البداية. هو طبعا في ناس دائما تتكلم تقول صالح ابسوليت ضد احمد شو، انا عن نفسي ما اشوف انه عدائي هو مع احمد شو بحد ذاته. بس انا ظهرت في عرض رمال طويق 2 مثل ما الناس شافت. بالنسبة لي دخولي للحلبة كان حلم، اول مرة بحياتي ادخل في حلبة فعليا. دخلت الحلبة، شفت الجمهور يشجع، شفت الجمهور يردد اسمي.
فهذا الشيء بالنسبة لي شيء جدا كبير. حسيت بالتقدير من اللي حوالي. بس المشكلة معي بالضبط، حسيت انه الإدارة نفسها ما هي مقدرة اسمي كويس. متى حسيت بهذا الإحساس؟ لما بعدين في عرض اس بي دبليو باور، واتوقع ان الناس شافته، اتوقع انك شفته يا احمد. اه عرض اس بي دبليو باور، لقيت فجأة انه احمد شو ماخذ فرصة. بس بصراحة طوروا نفسهم اي كويس. نعم نعم، كحلبة، كتصوير، كبرودكشن تيم، كان شيء خيالي. اه اه بس انا عن نفسي اللي يهمني الصراحة اني لما شفت انه على طول احمد اخذ فرصة على لقب الاس بي دبليو، وانا تو قبلها ب5 ايام كنت قاعد اتكلم انه في الحياة كانوا دائما يقولوا لي اذا اجتهدت من هنا و تشتعل العداوة. اه هي ما ايوه. هي عداوة ضد احمد بحد ذاته زي ما كلمتك. هي يعني هو مع إدارة الاس بي دبليو، يعني على موضوع كيفية إعطاء الناس الفرص، وكيف إنه يعني زي اللي أشوفه في الحياة، يعني ما يكون في عدل، وإنه مو كل شخص يحصل على ما يستحق. يعني فأنا هي مشكلتي الكبيرة هذه بالضبط. ممكن في عروض اس بي دبليو الجاية راح يعني راح أتكلم في الموضوع، في حال شاركت، في حال سمحوا لي إني أشارك. وما راح أشارك معاهم في اس بي دبليو إلا تحت شرط واحد، اللي هو إنهم يعطوني فري مايك أتكلم إلى ما أرتاح، وإلى ما خلاص أفش غلي وأرتاح باختصار. وتقعد بقى ايه مربع البايب هو بامب. هو مربع، هو ده قاعدة والله عارف. عادية، قاعدة على كرسي، المهم إني ايوه. أتكلم وأقول اللي في خاطري. طب يعني مفيش مثلا ترتيبات او اي حاجة؟ لا يوجد اي ترتيبات. نهائيا. حتى لو تشوفوا حسابات اس بي دبليو، لو تشوف حسابات اس بي دبليو يا احمد، ما حطوا اني ضمن روسترهم. ما اعرف ايش السبب، او ممكن فعليا انا مو من ضمن روسترهم، دام انه الاشخاص اللي بعدي سواء كانوا احمد شو او الاشخاص اللي قبلي لو بعصيون. تعرفون لو بعصيون طبعا اللي بخروج المصارعة. كلهم حطوهم ضمن الروستر. مع انت اللي عملت له جي تي اس؟ اه صح. اللي عملت له الجي تي اس هو الفورتي. الفورتي هو فعليا هو انسان انا احبه الصراحه، وانا اشوف انه مؤدي جيد، وانه مظلوم. وانا فعليا ترى انبطحت له خلاص، يعني ابغاه يفوز عليه، ابغاه يحصل على لحظته. بس حسيت انه يا صالح اعطي الموضوع فرصه، حتى لو في فرصه 0.0.1%، اعطيه فرصه، حاول انك تقوم تفوز. وفعلا فزت. بس ما كان مهم بالنسبه لي، المهم اني اثبت نفسي اني موجود، واني راح اتكلم، واني ما راح اسكت نهائيا. طب صالح، هو انا عاوز اسالك سؤال بس بصريح معايا فيها. هل انت يا صالح نفسك يعني بينك وبين نفسك كده نفسك تبقى مصارع، نفسك تشتغل في المجال ده بجانب اليوتيوب؟ والصراحة أي إنسان يتابع مصارعة ويحب المصارعة نفسه يكون مصارع باختصار. يعني أي إنسان يتابع المصارعة، أنت أكيد جربت حركات مصارعة من قبل. اكيد. ده انا كنت بعمل حركات جيف هاردي بقى من على الكنبه زمان، المخده اتهرت في نشات. جيف هاردي، سي أم بانك، جون سينا، أركيو، نسوي كل الحركات. فدام إنه حاليا عندنا المخده الفرصة، اتهرت. وفي أكاديميات في اه الشرق الأوسط، أتوقع في أكاديمية عندكم في مصر. بس مش عارف، بحسها بيتنقلوا بقى مره في مره، اللي هو مش عارفه ظباط، تحس ان هو حتى يعني محتاجين تنظيم. ها يعني هي ما هي كونستنت، يعني ما هي ثابتة. اه بالظبط. مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. انا عن نفسي ما عنديش مانع ان يكون في مشروع زي كده في مصر، حتى لو في اماكن ولا حاجه الواحد يروح يتفرج على عروض، مستعد اعمل كده لان انا عاوز ادعمهم وادعم اي حد عاوز يدخل المجال ده مصر، زي ما فاهم انتوا عليك صح. بتتفرجوا او تقدروا تتفرجوا على كراون جول مثلا او حاجه. على الاقل انت بتتفرج على قادر انك توصل للمحتوى ده، انما انا بتفرج عليها من خلال شاشه او تلفزيون، فالموضوع محزن قوي. عندنا مصر يعني ما شاء الله دولة عدد سكانها كثير وكبير، ودولة ما شاء الله كبيرة ومعروفة، وهي أم العرب. فأنا مستغرب يعني أنه ما عندكم لحد الآن أكاديمية، يعني أكاديمية مصارعة، مع أنه محبي المصارعة أشوفهم أغلب العرب يعني من اللي يحبون المصارعة مصريين. أنا هذا اللي ملاحظه. فلازم تكون عندكم أكاديمية، وما شاء الله عاد يعني أكون معاكم صريح، يعني الإنسان المصري ما شاء الله متعافي يكون. جيناتكم فيها التعافي، يعني فيها القوة، فيها التحمل. ارفعوا عليا. ما شاء الله من أكلكم الفسيخ والملوخية مشلتت. في شيء يوسخ سمعتكم اللي هو بلبن، كله بلبن. حلويات. اه جربته في مكة المكرمة يا رجل، كله سكر. والله ما عجبني الصراحة، مو لا يا راجل، بس انك تجربه مثلا عندنا في مصر هيبقى احسن بكتير من اي فرع تاني. معقولة يعني مختلف. اه والله، انما لو جيت هنا مصر مثلا وجربت الحاجات دي هتلاقي طعمها مختلف تماما عن اللي انت اكلته مثلا. يعني عندك مثال ابو طارق،
اشهر محل كشري في مصر تقريبا، فاتح فرع في الامارات. كل اللي جربوه بيقول عليه ان هو مش قد كده، لان حاجته الا فرنجة، عارف انت اللي هو ايه، مش حتة اللي هو الشعبي بقى البلدي بتاعنا. يعني الأصل يفرق طبعا. اه طبعا، انك تاكل حاجة بقى هنا في مصر دي حاجة. مختلفة. أنا والله حق جربت صحن كشري يسمونه كشري. من عندكم صح؟ إيه لا، من عند بلبن، محل بلبن كان جنب الحرم، كان يبيع كشري باللوتس ويعني والخرابيط هذه اللي هي الحلويات. اه انا افتكرتك بتتكلم على الكشري الحم والحاجات دي لا لا لا، حق بلبن مسمي طعمية فول كشري أشطوطة. افتكاسة عاملينها بلبن صح، ايوه ايوه فعلا. كان كلها سكر، يعني هي اكيد كلها سكر، بس يعني حتى السكر اللي يغثك يعني ما كان حلو ابدا. اوفر فعلا. مره اوفر اوفر اوفر. كانت قشطه كنافه لوتس وتاكلها، ما ادري ليه الناس تحبها. طب الصورة اللي انت كنت عاملها في الحرم في العمرة يعني وكده، اخر مرة عملت من قريب مثلا؟ انا العمره هذه اعتمرتها الجمعه الماضيه. يعني بجد؟ ايوه ايوه، انا الحمد لله انا يعني كل 4 اشهر احاول اني اعتمر. يعني واحد يروح يصلي على الكعبة على طول، الحمد يعني لله فاهم، ولا الحمد لله. سفر ولا تشيرة ولا اي حاجة. الحمد لله. هي يعني مكة المكرمة تبعد عن حائل، أنا من سكان مدينة حائل، ممكن تعرفها مدينة حائل أو سامع ما فيها. خرجتش بره مصر. هي مدينة حائل في شمال المملكة العربية السعودية، تبعد عن مكة تقريبا حدود 950 كيلو، فعادي أروح فيها باص أو طائرة، يعني ما هو مهم، يعني قريب مني الحمد لله. يعني الإنسان على حسب القدرة يعتمر. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تروح مكة المكرمة، تروح المدينة المنورة، أماكن جميلة جدا. أنا بالنسبة لي إنك تكون حوالي الكعبة أعظم شعور راح تشعر فيه بحياتك، السكينة والطمأنينة والتأمل، أشياء عظيمة جدا. الله يطعمها إن شاء الله لكل شخص مسلم بإذن الله. تحس انك اللي هي بتلاقي مثلا الناس الجنسيات بتاعها، تحس انك شعور جميل جدا. اي والله شعور عظيم، تحس بالروحانية لما تشوف ناس يجوك من روسيا من الصين من الدول البعيدة، يعني تقدر نعمة ان الكعبة حواليك. اه يعني تحس انك محظوظ فعلا. اه فشعور فعلا. عظيم. انا عاوز اسالك حاجه ملهاش علاقه خالص بالحوار، خذ ان راحتك عادي. ان على حسب اللي شفتهم انا. احنا عندنا السودانيين كتير بصراحه، عندنا في مصر السودانيين واليمنيين بقوا كتير جدا. انا آه, جاري يمني على فكره، جاري آه, اللي جنبي بالظبط. اه والله فعلا. يجرون لك يمنيين. اه فعلا. اه وجربت عندهم بقى الاكل آه, اليمني وبتاع، خلاص بقيت يمني مع اني مصري عادي، بس هو الأكل خرافي الأكل اليمني. اه فعلا. شوف أكثر جنسية موجودة هنا في السعودية هي الجنسية المصرية. مصريه. على حسب اللي شفته انا، ايه الجنسيه المصريه، سواء رحت جده رحت الرياض هنا بحايل، الجنسيه المصريه ما شاء الله، يعني بين كل بيت وبيت تلقى شخص مصري، يعني ما شاء الله متكاثرين هنا بشكل خيالي. ناس حواليك وبتاع، ايه يعني بلدهم التانية بقى. بالضبط. انا ممكن اصدمك بمعلومه، ممكن اصدم المشاهدين حاليا بمعلومه. انا طبعا انا مو سعودي، انا يمني. ازاي بقى؟ ازاي؟ انا يمني. انا يمني مولود في السعوديه، عايش في السعوديه. ابوي هنا له يعني مدة تقريبا فوق 30 سنة. الحمد لله عايش زي السعودي. ما حسيت ابدا باي عنصرية او باي شيء ما عجبني، الحمد لله عايش نفس المعيشة. اتعالج مجانا، ادرس مجانا. انت الحين كمان اتوقع مستغرب اني انا يمني صح؟ على فكرة ده مفاجأة البودكاست دلوقتي، يعني ده المفاجأة اللي أنا اتفاجئتها دلوقتي، إن صالح ما طلعش سعودي، فاهم؟ هذه كليك بيت، جنسية صالح ابسوليت. ايه بس انا مولود هنا ودرست هنا وصاحبت هنا، سويت كل شيء هنا بحياتي. حياتك كلها هناك. ايه انا يعني اعتبر السعوديه يعني هي مكاني وهي موطني، لانه الشخص سبحان الله وين ما تربى وين ما عاش وين ما انولد يحس انه خلاص المكان هذا هو مكانه، والحمد لله انه يعني انولدت بالسعوديه. بالنسبه لي السعوديه هي اعظم دوله في العالم، يعني مهما صار في الدنيا. طب تمام، دلوقتي قول مثلا إيه أكتر مصارع أم عربي أنت شايفه ليه مستقبل، مصارع أنت معجب بيه قصدك هو من هيبقى حاجة؟ الاتحادات المستقله العاديه؟ أي حاجة، مش لازم الاس بي دبليو طبعا، أي حاجة حتى لو بيلعب بره مثلا هو عربي. والله مصارعين عرب انا ما اعرف كثير الصراحه. انا اعرف اللي باس بي دبليو، اعرف اللي في اتحاد دي اكس بي. يعني ما راح اقول منصور الشهيل الصراحه، منصور الشهيل سود الوجه. انت تعرف منصور الشهيل يعني. طب لمح كده طيب عشان للي ما يعرفش. ما يحتاج نتكلم. منصور الشهيل ما يعرفون منصور الشهيل اللي ظهر بشخصيه منسوا، اللي ظهر انه موديل، وكان في ايحاءات ما كانت يعني ما كانت مناسبه ابدا
للشخص الطبيعي، فما بالك بالشخص المسلم. فهذا هو من سواه يعني. ما في مصارع عربي ببالي مرة يعني. للاسف ما يقدرش يرفض يا صالح. والله شوف، أنا في البداية كنت أقول زيك، كنت أقول ممكن هو الإنسان مفروض عليه إنه يسوي هذه الشخصية، أو إنه راح يطرد أو شيء زي كذا. اه. لكن طلع من الدبليو دبليو إي وشارك في اتحاد إنديز باتحاد واحد شاذ، مم. وتصارع مع واحد متحول. يعني إيش تبغى؟ إيش؟ فتدافع عن شخص زي كذا، معليش يعني. راح أشك فيك أنت. هذه المشكلة. لا هو فعلا يعني خلاص خلاص بلاش نتكلم عن الموضوع ده خالص. إيه، موضوع مقرف هما بقى ومقزز. ايه اللي بيتفرج يبقى يبحث بقى في الموضوع ده يعني، فاهم؟ احنا مالناش دعوة خالص. طب تمام، يعني ما فيش مثلا مصارعين مثلا عرب تعرفهم؟ صارعين. يعني انا عن نفسي انا شايف ان في واحد اسمه جورج كوكاز، لو انت تسمع عنه. يعني لعب في اتحادات في المانيا وبتاع دبليو اكس دبليو، اتحادات كبيره قوي في المانيا يعني وكده، وحضر التراي اوت قبل كده في الدبليو دبليو اي. فبصراحه انا شايفه ان هو ليه مستقبل كبير جدا يعني. والله أول مرة أسمع فيه الصراحة. أنا ما أتابع مصارعين عرب مرة يعني، أعرف اللي هم هنا عندنا في الاتحادات، أما الاتحادات الأخرى ما أعرف الصراحة نهائي. طبعا طبعا، أنت شوف مثلا سامي زين، هو مصارع عربي أصله فصل، أبوه عربي، والدته عربية، فهو مصارع عربي. بس هو على حسب الأكاديمية اللي أنت تصارع فيها، على حسب التطور اللي تبغى توصل له أنت. أما أنك تحشر نفسك في مكان وتخلي نفسك في مكان واحد فقط، فهذه مشكلة يعني. أنت كذا راح تحد من تطورك. فسامي زين أشوف أنه هو أحسن مثال عربي تقدر تذكره للمصارعين العرب، في أنك يعني تأخذه كقدوة. أشوف أنه الإنسان يروح أكاديمية في كندا، في أمريكا، ممكن في اليابان. في مصارع حاليا إماراتي اسمه شاهين، تذكرته. شهيد. شاهين هذا مصارع ممتاز، ممتاز جدا يعني. أشوف أنه هو ممكن يعني يكون له مكان في العالمية إن شاء الله، يعني إذا استمر على نفس الجهد وعلى نفس التطور. أتوقع شاهين ممكن يكون اسم كبير مرة. بالطبع اللي لعب في اتحادات الانديز ودخل في اتحادات اخرى هو اللي يكون احسن. لما تشوف المصارعين حاليا الروستر اللي موجود في دبليو دبليو اي، اذا بتتكلم عن افضل المؤديين الموجودين، يعني تذكر فين بالور، تذكر شينسكي ناكامورا، اي جي ستايلز، كيفن الناس اوينز، اللي لعبت في اتحادات مختلفة، ايه صح. سامي زين، فهم افضل المؤديين الموجودين حاليا في دبليو دبليو اي. اما المصارعين اللي هم من صنع الدبليو دبليو اي، انا ما اقصد اني استنقص من جون سينا، لكن جون سينا يعني قاعد فتره فوق ال 12 سنه، كان مؤدي عادي واقل من عادي. فالمؤديين داخل الدبليو دبليو اي يركزوا معاهم على موضوع السيفتي، انك تكون انسان امن في الحلبه، ما تغلط في الحركه، ما تستقبل حركه خطا. فهم يركزون على هذا هي الموضوع. مهمة الأمان فعلا يعني، ايه هي فعلا عشان بس ما حدش يقول إن إيه إن مثلا المصارع لازم يخاطر بحياته وبتاع. لا خالص. بالضبط، ايوه. إنك تبقى آمن على الحلبة دي حاجة كويسة جدا. هذا حاجة كويسة في صح. دبليو دبليو. اما اتحادات الانديز فيها ابتكارات اكثر، فيها ابداع اكثر، فيها مساحة اكبر طبعا. فاشوف مصارعين الانديز يعني بالضبط يعني هم الفرق، يعني هم الفارق في المجال من ناحية الاداء في الحلبة. يعني كده أسألك سؤال يا صالح. عادي بكون معك صريح، انا صراحة انا من بداية محتواي في المصارعة في اليوتيوب كان عن الدبليو دبليو اي. اه. كانت عندي فكرة اني انزل مقاطع عن اي اي دبليو، عن نيو جابان برو رسلينج. انا مرة نزلت عن نيو جابان توب 5 نزالات، جاء سترايك الفيديو. فانا ما راح اضحي بقناتي عشان اني والله لازم ابين اني اتابع المصارعه اليابانيه او اني احبها. هذا من ناحيه نيو جابان. اما من ناحيه الاي دبليو، انا حاليا انت زي ما انت شايف انا انزل مقاطع تقريبا مره كل شهر، وما افضل اني اسوي مقاطع. وايش انا محتواي الاساسي؟ الدبليو دبليو اي. فما راح اضحي يعني واخذ وقت طويل عشان مقطع لاي دبليو الصراحه يعني، لانه الناس عرفتني عن مقاطع الدبليو دبليو سواء انتقاد او مدح. فلازم اكمل على هذا السيستم. بعدين يعني في المستقبل اذا جبت ممنتج وكان عندي فريق يساعدني، اكيد بنزل مقاطع عن اي دبليو، بنزل مقاطع عن الاتحادات الانديز. بس حاليا على الوضع الحالي صعب اني اغير عن الدبليو دبليو الصراحه يعني. مفيش حد بيساعدك في موضوع المونتاج أو أنت نهائيا. بس؟ انا اللي اكتب، انا اللي اسجل، انا اللي اصمم، انا اللي امنتج، انا اللي اسوي كل حاجه. فالموضوع صعب. عشان كده بتطول في تنزيل الفيديوهات والكلام ده، وساعات بلاقي ما بين الفيديو والفيديو فرق كبير ايه، فعلا. يكون في فرق كبير كبير. وللاسف يعني انا والله خلال الوقت اللي اقطع فيه اني انسان غير سعيد نهائيا، يعني ما ودي اني اقطع،
بس الموضوع ما هو بكيفي. والله عندك حق فعلا، موضوع ان الواحد يقطع في حد ذاته جدا يجي جدا له جدا. احباط، وبالذات موضوع المونتاج. انت حاسس الموضوع طبعا. المونتاج حاجة رخمة جدا، كابوس اي صانع محتوى. اظن كفاية كده لان الواحد اتفق مونتاج ورقبتي وجعتني بصراحة، فهضطر اوقف لغاية هنا ونكمل في الجزء التاني، لان احنا اتكلمنا انا وصالح عن حاجات كتيرة جدا، وفتحنا مواضيع كتيرة عن قضية بروك ليزنر وعن قصة البلود لاين وعداوة كودي مع الروك، واتكلمنا في حاجات كتير بصراحة، فممكن نعملها لجزء تاني بإذن الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناة، واشوفكم بإذن الله في تكملة المقابلة دي. يلا سلام عليكم.